السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة أسوان بترحب بيك وحبايب المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك يا رب العالمين فينا وفي صحتنا وفي جميع من يحبنا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنعمل طريقة الكعك بسكر. بسم الله ما شاء الله. بص الخميرة ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العجينة دي عجناها وعملنا منها حاجات بسم الله ما شاء الله كتير، شكلنا منها تشكيلات كتيرة، بس احنا صورنا دلوقتي ان احنا بنعمل الكعك بسكر. العجينة دي سهلة جدا، وانك تخليها بالمنظر ده تبقى ناجحة كده برضو اسهل. بسم الله ما شاء الله. انا اقول لكم مكوناتها واحنا شغالين. طريقة العجينة بتاعتها ان انت انا دول 2 كيلو دقيق، كيس خميرة فورية، وكوباية سكر، وكوباية لبن، وكوباية سمنة، ومية للعجن، ورشة ملح ومية للعجن. طبعا سمسم او حبة البركة زي ما انت عايز تحط فيها. سر نجاح الخميرة بقى انها تبقى بالمنظر ده ما شاء الله معاك، انها تبقى الخميرة تبقى جميلة كده وخمرانة خالص كده زي ما انت شفتيها. ان انت كوباية، ان انت معلقة الخميرة، كيس الخميرة الفورية بتحطيه في بسم الله ما شاء الله، بتحطيه في كوباية وبتحطي عليه شوية مية دافية ومعلقتين سكر، وتقلبيهم وتسيبيهم شوية كده لحد ما حضرت الحاجة بتاعتك، لحد الخميرة ما تشوفيها كويسة او لا. لانك لو حطيت الكيس على طول مع العجن ممكن الكيس يكون مثلا يكون مهوي، ما بيخليش العجينة تبقى بالمنظر ده خميرة كده ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انا كان عندي اختي وبنات عيالها وخالتي وعيالها وكده، قلنا هنشرب الشاي بايه. احنا هنعمل النهارده شوية جرص فلاحي بالسكر. عملنا جرص فلاحي بالسكر، هي دي عجينتها وسهلة. والعجينة دي متعددة لجميع الأغراض، ممكن تعملي منها خلية النحل، ممكن تعملي منها منين، ممكن تعملي منها جرص سادة، جرص بالسمسم، جرص بالعجوة، جرص بالسكر، جرص بالملبن. هي العجينة بالنسبة للكل ما شاء الله، عجينة متعددة الأغراض وجميلة خالص بسم الله ما شاء الله. وجميلة، بص من شفت منظرها ازاي الخميرة لما تكون الخميرة جميلة، الخميرة ناجحة والعجينة ناجحة بتكون الخميرة الأساس. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بص ما شاء الله ازاي بقى دلوقتي ده بعدين عشان سكر جوه، سكر دلوقتي ما شاء الله. أنا عندنا سكر من جوه، حطينا السمسم عليها من بره على الوش ما شاء الله. اللهم بارك. ودي أختي اللي معايا طبعا، وربنا يدوم الحبايب في حياتنا. وطبعا الأخت ولا الأخ ما بيتعوضوش، ولا الأب ولا الأم. الأب لا يقدر، الأم لا تقدر بثمن، والأب لا يكرره الزمن. الأم لا تقدر بثمن، والأب لا يكرره الزمن. فالإخوات دول بيبقوا من ريحة أمك وأبوك، بتبقى التعامل معاكم طبعا صلة الرحم. أهم حاجة يا جماعة صلة الرحم. أي حد لو مثلا فيه تشاجر بينه وبين أخوه أو أخته، الأخوة في الدنيا ما شاء الله. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي بتيجي على ما شاء الله على طول، لأن أنا أصلا مش
يعني انا مش بروح غير في المناسبات، فهي بتيجي يعني كده تطل علينا وتشوفنا وتبص علينا يعني وتشوفنا وتيجي تاخد لها يومين عندنا. فالمرة دي جت هي وخالتي وكده، ما شاء الله يعني عيالهم كبار، ما فيش حد معاهم في المدارس طبعا، أنا عشان عيال المدارس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. وبرضه هما جو عشان خاطر حمزة برضه تعبان، جو يشوفوه كده ويطمنوا علينا. قلت لهم راحوا هما قالوا خلاص تعال احنا هنشتري من بره يعني بسكوت او اي حاجة للشاي. قلت لهم ليه؟ قلت لهم انا بعرف اعمل الحمد لله رب العالمين كل حاجة. قلت لهم نعمل شوية كعك بالسكر للعيال، بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. عملنا طبعا كعك عملنا السكر كعك بسكر قال عملنا القرص الفلاحي بالسكر ما شاء الله يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. فالناس لما تبقى كده متحابين ويمشوا يعني وتبقى مع بعضيها الإخوة كده تبقى حلوة وجميلة. احنا لما بنروح برضه هناك في المناسبات برضه بيعملوا الفايش بقى وبيعملوا العيش الشمس، هم في البلد بيعملوا كل حاجة. بس هذا العيش الشمس ده يعني مش للدرجة اللي هي. بسم الله ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم من بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما انت بتعملي اي حاجة بالنسبة للبيت يعني اكل او شرب، اجري الاف قريش. الاف قريش يعني الاف النعم، ربنا بيطرح البركة في اكلنا وفي شربنا وفي كل حاجة. سبحان الله يعني آيات يعني بسيطة بس ليها معاني كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. معنى إلاف قريش معناها إلاف النعم، ان انت يعني ربنا سبحانه وتعالى ان هو يزود النعمة عندك، هيخلي الدنيا عندك ما شاء الله اللهم بارك. فحاجات بسيطة ربنا يكرمنا يا رب العالمين لو نقدر نعملها بإيدينا يعني نعملها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. اللهم بارك فينا وفي صحتنا وفي جميع من يحبنا يا رب العالمين. بصوا ما شاء الله منظر الكعك برضه تاني كعك الجرس الفلاحي اللي هي بالسكر ما شاء الله يعني. والله زي بتاعة الأفران طلعت ما شاء الله منفوخة، والسكر من جوا معسل. أختي دي اللي قاعدة جنب الفرن ربنا يبارك فيها يا رب العالمين ويسهل لها ويتمم لبتها على خير إن شاء الله، وربنا يكرمها وتجهز بنتها على خير إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرمنا جميعا يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين منظر من القرص بالسكر، منظرها جميل ما شاء الله. اعملي بنفس طريقة العجينة اللي أنا عجنتها وهي هتديك المنظر بتاع الخميرة اللي انت شفتيه والمنظر الحلو اللي انت شفتيه الجميل. بالنسبة لمنظر العجينة المنظر اللي هو المنفوخ ما شاء الله. وادي هنا احنا الاتنين قاعدين جنب الفرن بنبص فيه، عشان طبعا الفرن البوتاجاز انا عملت فيه البوتاجاز بتاعنا طبعا على كده معلش يعني على كدينا، والحمد لله رب العالمين راضين. ربنا يا رب يكرمنا ويسهل لنا الامور يا رب العالمين. بص بقى هنا المنين طبعا قسمنا واحدة منه. بص منظرها شايفين السكر من جوه ازاي يعني، بص السكر بيلمع ازاي فيها يعني كأن فيها عسل نحل من جوه ما شاء الله. طلعت طرية وهشة وجميلة ما شاء الله اللهم بارك. بص العسل اهو اللي السكر طبعا ساح بقى زي العسل فيها، بقى عسل سايل بقى زي العسل فيها ما شاء الله. شايفين بقى الشمس معانا بقى في البيت، ده النور ده الشعاع اللي جاي ده من المنور ده شعاع الشمس طبعا من شعاع الشمس. شايف البيت لما يبقى نظيف يبقى ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. البيت ده يعني نظيف. شفت بقى هنا ده الميدان الطري الميدان الجرس السادة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يسترنا يا رب العالمين. كل يوم جديد مع قناة يومية أم حبيبة.